اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. نروح للمباراه التاليه وهي مباراه تليفونات بني سويف امام نادي الزمالك. كابتن مصطفى، الحقيقه بحيي الكابتن الكابتن محمد عوده المدير الفني لفريق نادي المقاولون. كابتن محمد الف مبروك، فوز غالي النهارده على فريق الانتاج الحربي في ملعبك، واحمد علي معانا وبيهنيك. الله يحرقك. تعبتني. تقول له ايه؟ بقول الحمد لله على الفوز ده، الحمد لله. ربنا يسقيك من نار جهنم. ربنا يحرقك بجهاز حضرتك. شكرا. اقعد يا اخوان. الله في ايه؟ وبدأت انفعالات كابتن طارق يحيى. فعل جاب جولين. دي قهوة، دي واحد قهوة كده على الماشي لمحمد صلاح عشان يمخمخ كده، بس خلاص ده فاضل 8 دقايق. وقع صندوق على الدولاب كله. سؤال في الكاوتش. سؤال في الكاوتش. السؤال: من هو مخترع الاطارات المنفوخه اللي هو كاوتش يعني؟ هل هو جورج دانلوب ولا ايمانويل كاوتش ولا ديفيد منفوخ؟ اتفضل. كاوتش. ده مش مظبوط. هيتبقى جورج دانلوب وديفيد منفوخ. ولا منفخ. تعالى اختار منفخ. لا هو ده هو اللي بينفخ. هو اللي بينفخ كاوتش. هيكون منفخ. هو اللي بينفخ كاوتش. يلا يا جماعه، هل هو جورج دانلوب ولا ديفيد منفخ؟ طب ده جنسيته ايه؟ ده جنسيته يا كابتن؟ اثنين انجليزي. دانلوب ولا منفخ؟ اتفضل دوس. تصور اللي هو هيطلع منفخ. اديها منفخ. فاضل منفخ ودانلوب. انت لو سالتك هتقول مين؟ انا اقول منفخ. باين عليك الحزن يا كابتن في هذا اللقاء. انا باين عليا حزن من زمان، بس عادي لان ايه الحزن ليه؟ مش عارف. انما في طابور خامس يعني بيحاربني بكل ما اتى من قوه. بمعنى ايه طابور خامس؟ ما اعرفش. يا اوضه واحده بايتين مع بعض. الحان يا طاهر. لا حول ولا قوة. شكرا للزميل احمد فؤاد. والحذاء البنطلون هيلج. انا عايزه يلج. الحزام بنطلون هيلج. انا عايزه يلج. ايه الخطه اللي بتلعب بيها؟ ما انا بقول لك هلعب بدفندر واحد والباقي كله طاير، باك رايت طاير، باك ليفت طاير، وفي 3 هيبقوا هم يعني 4-1 4-1 ولا 4-1-3-2 ولا ايه؟ 4-1-3-1. 4-1-3-1. تلعب كده. ايه خطة 4-1-3-1 اللي حضرتك هتلعب بيها؟ انت مش عايز تكسب؟ عايز اكسب. هكسب ناقص 1. حضرتك بتقول 4-1-3-1 يعني هتلعب ب9 لعيبة. هو قصده 4-1-2-1 قصده كده يعني، او 4-1 انت كنت بتلعب بطولة راس حربة صح؟ انا بنقول 4 دواره في خط الدفاع. تمام. واحد ديفندر يبقى دي 5 و3 و3 يبقى كام؟ 4-1-3 4-1 ادي 5 و3-1 ادي 9 صح؟ 4-1-3-2 صح؟ انت عايز تلعب بديفندر واحد. بديفندر واحد يبقى 4-1-4-1. شوفوا يا رجاله، الكرة دي زي الحشيش، ما ينفعش تشرب لوحدك. اوعدك
اللاعب اللي وقع عليا؟ ايوه. لا الله يا كابتن مدحت، انت عارف النوادر بتاعت افريقيا طبعا. ايوه كابتن. ظروف بقى مش ظروف، انا حمار، انا ما بعرفش امرن، لعيبه وحشه. يا جدع ما تقولش كده. ما تقعدنيش معاك بقى، مشيني بقى. يلا سيكم عليك. انت زهقتني يا واد. اتكلم يلا عدل يلا. اتكلم بأدب، اتكلم بأدب يا ولد. لا مش فخر العرب اللي يتلوي دراعه يا حلو. مش عشان انت نجمة الفريق هتقفي تردي عليا الكلمة بكلمتها واسكت لك. فكك من شغل حسام غالي ده. ها وخدوا بالكم في مدرب تقيل قوي 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 اجنبي قد جروس بقى 900 مره هيدرب نادي الزمالك. هنبهكم حاجة مهمة جدا، هيحاولوا يستفزوكوا عشان هما كده عارفين ان هما بيلعبوا بره ارضهم، فهيحاولوا يموتوا الماتش. كل دول شمال اسيا كده عشان في الاخر يوصلوا للبلمبات. ما هو مقياس سرعة السفن؟ هل هو السؤدة، البؤدة، العقدة؟ اتفضل. العقدة. العقدة. برافو عليك. انت كنت فين؟ كنت هقول السؤدة. حلو ده انت اسكندراني يعني، سفن وبتاع وبحر. بعد السهرة واحنا رايحين. وبعدين يا كابتن سيد وبعدين صالح جمعة وميدو جابر واكرم توفيق وعمرو بركات. عاشور بيتكلم مع الكابتن حسام البادري، شغله كله هيبقى نظرات. بص قال له اتفضل بره، قال له اتفضل بره. ايه يا عم في ايه يا عم؟ بص لي كده ليه يا عم؟ ايه يا عم اللي ببص لك كده ليه؟ ما حسام البدري بس للحكم يا عم. في يا عم انا مالي بحسام البدري، حسام البدري لنفسه بقى مش ليا انا. ما حسام البدري بس يا عم الحكم يا عم. امال في ايه يا عم؟ وانا ماليش نفس يا عم ابص في حسام البدري. يا عم عايز يقول ايه؟ ربنا نصرني على ناس كتير جدا بتشكك